مادام فتحت الفيديو ده فانت عاوز تخس بسرعه زي كل الناس اللي نفسها تخس بسرعه وتحقق افضل نتائج في اسرع وقت، وخصوصا بقى لو عندك مناسبه قريبه، يعني لو عندك فرح قريب وعاوز تظبط شكلك قبل الفرح ده. فالنهارده هقول لك اهم 5 خطوات هيخلوا معدل الحرق في جسمك في اعلى مستوياته، وهيخليك تحقق اسرع النتائج باذن الله مهما كان نوع الدايت اللي هتمشي عليه، لان الخطوات دي كفيله جدا انها تزود معدل الحرق في جسم لاعلى مستوياته ان شاء الله. بس قبل ما نبدا فيديو النهارده فهنفتح السحب لشخص جديد هنتابع معاه النظام الغذائي مجانا لمده شهر ان شاء الله، وهنديله بن بيروت هديه يساعده في زياده معدل الحرق. فكل اللي تعمله عشان تدخل السحب انك تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد، وتكتب تم في كومنت. تمام؟ والشخص اللي فاز معانا في السحب اللي فات وهي هناء جودي، الف مبروك ليها، ان شاء الله نقدر نساعدها توصل للوزن المثالي. دعت ان هي تكون من الفائزين والحمد لله فازت معانا، فهنتواصل معاها ان شاء الله وان شاء الله نساعدها توصل للوزن المثالي. اول خطوه عشان تخس بسرعه وتوصل للوزن المثالي وهي انك تمشي على نظام غذائي متوازن غني بالبروتين والخضروات قليل النشويات. البروتين لان البروتين بياخد وقت طويل في الامتصاص، فيقعد في المعده وقت اطول، فهيسد معاك الشهيه وهيحسسك بالشبع وبالامتلاء. ده غير ان هو هيحافظ على العضلات بتاعتك وهيقلل الترهلات اللي ممكن تحصل من الدايت. اما الخضروات فهتكون غنيه بالعناصر الغذائيه المختلفه، غنيه بالفيتامينات، غنيه بالمعادن، ده غير ان هي غنيه بالالياف كمان اللي بتسد الشهيه وهتحسسك بالشبع وهتساعدك جدا انك تتحكم في الشهيه بتاعتك. الخطوه الثانيه وهي انك تاكل بعقلك قبل فمك، يعني تعرف انت بتاكل ايه وبتاكله ليه. هل بتاكل عشان فعلا جعان ولا بتاكل عشان متضايق ومضغوط نفسيا؟ تمام؟ وتكتب اللي بتاكله، يعني لو عايز تخس بسرعه فكل يوم تكتب كل حاجه انت بتاكلها وبتتابع مع نفسك اللي بتاكله، وانك تاكل ببطء، يعني تاكل بالراحه كده وتستمتع بالاكل بتاعك، لان ده هيساعد ان المعده ترسل اشارات للمخ ان هي خلاص شبعت، فده يخليك تقلل الاكل بتاعك بكل سهوله. فانك تبدا تكتب اللي انت بتاكله وتعرف انت بتاكله ليه، هل بتاكله عشان فعلا جعان ولا عشان متضايق ولا ليه بالظبط، فهيفرق معاك كتير جدا وهيساعدك انك تتحكم في الشهيه بتاعتك بكل سهوله ان شاء الله. الخطوه الثالثه وهي انك تاخد قدر كافي من الماء في اليوم، لان الميه مهمه لجميع العمليات الحيويه زي ما دايما بتقول، هتساعد معاك في زياده معدل الحرق في الجسم، هتسد معاك الشهيه. فعايزين نوصلها 3 لتر ماء في اليوم، يعني معدل من 10 ل 12 كوب، يعني كوبايتين ميه قبل كل وجبه او قبل كل صلاه. الميه مهمه جدا وهتساعدك جدا في زياده معدل الحرق وفي سد الشهيه كمان ان شاء الله. الخطوه الرابعه وهي انك تبدا تمارس رياضه، سواء هتعمل رياضه في البيت او هتنزل جيم او هتتمشى في الشارع او هتتمشى في النادي، بس لازم يكون في رياضه يوميا، على الاقل خالص يكون في نص ساعه مشي متواصل يوميا. تمام؟ تبدا تقلل ركوب العربيه شويه وتبدا تعتمد على المشي. تنزل جيم، وانت في الجيم تلعب كارديو مع بجانب شيل الاوزان، فهيفرقوا معاك جدا وهيسرعوا معاك الدنيا جدا ان شاء الله لو عايز تخس بسرعه. يعني يبقى لو عايز تخس بسرعه لازم تبدا تمارس الرياضه، ويفضل تبقى رياضه في الجيم وجماعيه، علشان ده هيزود الالتزام عندك وهيزود ارادتك وهيساعدك انك تخس كمان ان شاء الله. الخطوه الخامسه وهي انك تاخد قدر كافي من النوم وانك ما تسهرش. تمام؟ لانك لما بتنام بدري وبتنام كويس النوم ده هيظبط هرمونات الجوع والشبع. تمام؟ بيقلل هرمونات الجوع وبيزود هرمونات الشبع، فهيخليك تقدر تتحكم في شهيتك طول اليوم، هيخليك تقدر تقلل النشويات بكل سهوله وتقدر تقاوم وما تبقاش تعبان ولا حاسس بدوخه ولا هبوط ولا اي حاجه ان شاء الله. فالنوم الكافي وانك ما تسهرش هيفرق معاك كتير جدا كمان ان شاء الله. والخطوه البونص على ال5 خطوات دي انك تمشي على صيام متقطع. الصيام المتقطع من افضل الوسائل اللي انا شخصيا بعتمده مع اغلب المرضى اللي بتتابع معايا، بيجيب نتيجه بسرعه جدا وبيسرع الدنيا بشكل كبير جدا. فلو ما تعرفش يعني ايه صيام متقطع فهحط لك لينك الفيديو اللي احنا عملنا كل التفاصيل عن الصيام المتقطع تحت في الديسكريبشن، تقدر تشوفه وتعرف عنه كل التفاصيل ان شاء الله وازاي تبدا تطبقه. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.